حصة رقم 5 علوم الصف الأول الإعدادي الوحدة الأولى المادة الدرس الأول تركيب الذرة. وحشتوني كتير يا سنة أولى، والنهاردة بإذن الله هناخد حصة رقم 5 في الدرس الأول تركيب الذرة. طبعا الحصة اللي فاتت اتكلمنا عن العدد الذري والعدد الكتلي، وأخدنا كل القوانين بتاعة العدد الذري والعدد الكتلي. النهاردة في حصة النهاردة يا سنة أولى هنحل المسائل اللي يعتبر صعبة عليكم، في كتير منكم مش بيعرف يحلها، مسائل العدد الذري والعدد الكتلي. تمام؟ فورقة وقلم معايا، أنا هشرح مثلا أول فكرة وأنت حاول تتابع بعدين معايا، تحل وتصحح معايا. تمام؟ لأن المسائل دي بالنسبة لكم أنتوا بتستصعبوها، يعني مش بتكون سهلة لما بيجيب مسألة زي كده في الامتحان مش بتكون سهلة بالنسبة لك، تحس إن هي عقدة قدامك، ويا لهوي مسألة ويا ترى هعرف أحلها، لا أنا اتلخبطت، طب كده صح؟ طب كده غلط. يلا نشوف مع بعض. احنا زي ما اتفقنا احنا خدنا الحصه اللي فاتت العدد الذري والعدد الكتلي، والنهارده هنحل تمارين ومسائل عن العدد الذري والعدد الكتلي. قبل ما نبدا، انا كنت مفهماكم في الحصه اللي فاتت ان انتوا لازم تكونوا مذاكرينها كويس. اعطيتكم قوانين العدد الذري والعدد الكتلي، وقلت لكم ان النهارده فهمتكم الكلام ده يا سنه اولى، ان احنا النهارده هنحل مسائل على العدد الذري والعدد الكتلي. طيب هنراجع القوانين مع بعض، خدنا كل القوانين دي بالتفصيل، هنراجعها دلوقتي مع بعض يا سنة أولى عشان تبقى يعني تراجعها معايا ونبدأ نحل المسائل بيها. طبعا احنا أخدنا إن الذرة تحتوي على نواة. كل حصة بقول لكم الكلام ده. النواة يدور حول نواة الذرة إلكترونات سالبة الشحنة بسرعات فائقة. طيب بداخل النواة نوعين من الجسيمات، بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة. بروتونات موجبة الشحنة، نيترونات متعادلة الشحنة، وبيدور حواليها إلكترون، اللي بيدور إلكترون. طيب وأخدنا الحصة اللي فاتت إن العدد الذري هو عدد البروتونات موجبة الشحنة فقط. العدد الذري هو عدد البروتونات موجبة الشحنة فقط. وخدنا الرمز إن خلاص احنا اتفقنا وقلنا الكلام ده، شرحناه الفيديو اللي قبل ده. عرفنا ان عدد البروتونات هو العدد الذري، عدد البروتونات هو العدد الذري، وخدنا الرمز بتاع العدد الذري ذات هو عدد البروتونات موجبة الشحنة. ده أول قانون أخدناه، إن العدد الذري هو عدد البروتونات موجبة الشحنة. وأخدنا إن البروتونات موجبة الشحنة بتساوي الإلكترونات سالبة الشحنة. ساعتها قلت لكم موجب قد السالب، موجب قد السالب، لو البروتون ب7 يبقى الإلكترون ب7، لو البروتون ب8 يبقى الإلكترون ب8. اللي ما ذاكرش الفيديو اللي فات يا سنة أولى إعدادي يوقف فيديو المسائل، عشان لازم تبقى متأسس كويس في العدد، ايه هو العدد الذري، ايه هو العدد الكتلي، ايه القوانين اللي انا كاتباها دي. توقف الفيديو وتروح تذاكر الفيديو اللي قبل ده، هسيب لك اللينك بتاعه في التعليقات، في اول تعليق مثبت، بعد كده ترجع تحل المسائل عشان تفهم وتفك الشفرات اللي انا بقولها دي، اخدناها الحصه اللي فاتت. تمام؟ يبقى العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه، واخدنا اغنيه موجب قد السالب، موجب قد السالب، مين الموجب؟ بروتون، مين السالب؟ الكترون، مين الموجب؟ بروتون، مين السالب؟ الكترون، بيساووا بعض. موجب قد السالب لو دي ب7 يبقى ده ب7. ده اول قانون خدناه، العدد الذري وعدد البروتونات الموجبه، موجب قد السالب، بروتون موجب قد الكترون سالب. تاني قانون خدناه ان البروتونات والنيترونات اللي جوه النواه دي بسميها العدد الكتلي. كتلي مجموع اعداد البروتونات والنيترونات. اخذنا العدد الكتلي، العدد الكتلي بيساوي البروتونات زائد النيترونات. البروتونات موجبة الشحنة زائد النيترونات متعادلة الشحنة، الاثنين دول مع بعض بيدينا العدد الكتلي. تمام؟ يبقى العدد الكتلي بروتونات زائد نيترونات. نكتب الرمز. طبعا العدد الكتلي برضو ليه اسم تاني، نيكلونات. معلنا دلوقتي بس عشان هيدخل كلمة نيكلونات في المسائل برضو، عشان كده بقول لكم لازم الفيديو اللي فات يكون متذاكر كويس. العدد الكتلي كبير، بروتونات زائد نيترونات. العدد الكتلي كبير، بروتونات زائد نيترونات. رمز العدد الكتلي ايه؟ بيساوي بروتونات زائد نيترونات. العدد الكتلي ايه؟ بيساوي بروتونات زائد نيترونات. واخدنا كمان نموذج او شكل كده
بنغش منه بقيه القوانين. اخدنا ان العدد الكتلي بيساوي عدد البروتونات زائد النيترونات. العدد الكتلي البروتونات زائد النيترونات. طبعا العدد الكتلي ايه؟ البروتونات بي، النيترونات ان. وكمان البروتونات دي هي العدد الذري، البروتونات هي العدد الذري. طيب اخدنا اغنيه للنيترونات. لما يبقى يطلب منك في المسائل اوجد عدد النيترونات، اخدنا النيترونات نطرح فوق من تحت. احنا عملنا النموذج بتاعنا العدد الكتلي بروتونات زائد نيترونات، وقلنا جنب بعض بنجمع. يعني انا لو عايزه العدد الكتلي والبروتونات والنيترونات جنب بعض بقول العدد الكتلي بيساوي البروتونات زائد النيترونات، بعاد عن بعض نطرح. يعني انا عايزه النيترونات هتقول لي العدد الكتلي ناقص، عشان ده واحد فوق والتاني تحت، بعاد عن بعض نطرح. هنقول العدد الكتلي ناقص البروتونات اللي هو العدد الذري. فكنا بناخد ان النيترونات نطرح فوق من تحت. مين اللي فوق؟ العدد الكتلي. مين اللي تحت؟ البروتونات اللي هي العدد الذري. فاخدنا اغنيه للنيترونات، قلنا النيترونات نطرح فوق من تحت. تمام. فانا لما اكون عايزه النيترونات يلا نحط ايدنا على النيترونات اللي فوق العدد الكتلي، اللي تحت البروتونات اللي هي العدد الذري، والنيترونات نطرح. يبقى هطرح العدد الكتلي ناقص العدد الذري. واساسا احنا خدنا ان العدد الكتلي بيكون فوق، بيكتب اعلى يسار رمز العنصر. يعني انا لو عندي عنصر مثلا، اي رمز عنصر مثلا اكس، قلنا الناحيه اليمين مش هنيجي عندها خالص، عندنا الناحيه اليسار، في مكان فوق وفي مكان تحت. فوق بكتب فيه العدد الكتلي، وتحت بكتب فيه العدد الذري. فاخدنا ان العدد الكتلي يكتب اعلى يسار رمز العنصر، والعدد الذري اسفل يسار رمز العنصر. العدد الكتلي اعلى يسار رمز العنصر، والعدد الذري اسفل يسار رمز العنصر. تمام. فانا لما اكون عايزه النيترونات تقول لي النيترونات نطرح فوق من تحت. مين اللي فوق؟ العدد الكتلي. مين اللي تحت؟ العدد الذري. تعال نكتب الرموز. النيترونات N بتساوي العدد الكتلي A ناقص العدد الذري Z. تمام. طب عايزه حد يجيب لي البروتونات. حط ايدك على البروتونات ثانيه. هنحط ايدينا على البروتونات، يمس ده بعاد عن بعض، واحد فوق والتاني تحت. يبقى البروتونات بتساوي العدد الكتلي ناقص النيترونات. البروتونات بتساوي العدد الكتلي ناقص النيترونات. ده كده يا سنه اولى اعدادي بالنسبه للقوانين والافكار اللي احنا خدناها الحصه اللي فاتت. هناخد القوانين دي ونشوف المسائل ازاي بتيجي عليها. يلا يا سنه اولى نشوف اول مساله ازاي هنحلها. بيقول لك تحتوي نواه ذره الكلور على 17 بروتون و18 نيترون. في حاجه يا سنه اولى اسمها هامش على جنب كده، يعني تعمل صندوق زي ما انا عامله بالظبط. البروتونات بكام؟ بيقول لك 17 بروتون، يبقى تكتب البروتونات بتساوي 17. ده بيسهل لك كتير تنظيم لنفسك. و18 نيترون، يبقى النيترونات بتساوي 18. طيب تعال نشوف. بيقول لك اكتب رمز الكلور، يبقى هو اول حاجه عايز رمز الكلور. تمام. بيقول لك اكتب رمز الكلور، ورمز الكلور Cl. يبقى تعالى كده نكتب له رمز الكلور. رمز الكلور Cl. طيب متضمنا العددين A و Z. يبقى هو كان عايز رمز الكلور، انا اكتب له كده رمز الكلور. خلاص كتبناه عشان بس اشوف هو عايز ايه. رمز الكلور وكتبناه اللي هو Cl، متضمنا العددين A و Z. يعني هو عايز العدد A وعايز العدد Z. فهو طالب مننا يا سنه اولى اعدادي العددين A و Z. طبعا هو بيختبرك، بيشوفك مذاكر ولا مش مذاكر.
طبعا ايه يعني معنى كده ان هو عايز منك العدد الكتلي، وزد معنى كده ان هو عايز منك العدد الذري. تجي لك مساله زي دي في الامتحان، لو انت مش متدرب عليها صح يعني هتكون صعبه بالنسبه لك. طب تعال نشوف هنحل ازاي. هو طالب رمز الكلور Cl، وطالب الاي اللي هو العدد الكتلي، وطالب مننا سنه اولى اعدادي ذات اللي هو العدد الذري. طيب تعال نشوف. طب ما احنا عارفين ان العدد الذري، تعال نجيب اللي تحت الاول اللي سهل. احنا عارفين ان العدد الذري هو عدد البروتونات موجبه الشحنه، والبروتونات موجبه الشحنه يا سنه اولى اعدادي ب 17. تاني انا عندي رمز الكلور Cl، فوق ايه عدد كتلي، وتحت زد عدد ذري. طب ما نجيب العدد الذري هو عدد البروتونات موجبه الشحنه. كام البروتونات موجبه الشحنه؟ ما احنا اخذنا ان العدد الذري، هو عايز العدد الذري، والعدد الذري هو عدد البروتونات موجبه الشحنه. كام البروتونات موجبه الشحنه؟ 17. يبقى اكتب له Cl. انا جبت لك العدد الذري ب 17، ده كده اول مطلوب. كده العدد الذري انا جبته ب 17، لان العدد الذري هو عدد البروتونات، والبروتونات بكام؟ ب 17. تعال نطلع فوق، هو عايز العدد الكتلي. طب ما انا عارفه ان العدد الكتلي ايه؟ هو عدد البروتونات الموجبه زائد النيترونات المتعادله. العدد الكتلي بروتونات زائد نيترونات، العدد الكتلي بروتونات زائد نيترونات. يبقى العدد الكتلي اللي هو ايه؟ انا عارفه ان العدد الكتلي بروتونات زائد نيترونات. طب تعال نحسبها. ايه البروتونات بكام؟ ب 17 زائد النيترونات بكام؟ ب 18. هتحسبهم هيطلعوا معاك ب 35. يبقى العدد الكتلي ايه؟ عطاني العدد الكتلي هو البروتونات زائد النيترونات. البروتونات بكام؟ ب 17 والنيترونات 18. هقول 17 زائد 18 ب 35. بس كده انا خلصت، وكده تاخد درجتك. تمام. هو بيعتمد على قوانين سنه اولى. البروتونات عايز العدد الذري، والعدد الذري هو البروتونات الموجبه، تحط له ال 17 من تحت من ناحيه اليسار. طيب الايه اللي هو العدد الكتلي هو بروتونات زائد نيترونات، هتقول 17 زائد 18 ب 35. يلا نشوف الفكره اللي بعديها. السؤال اللي بعد كده يا سنه اولى بيقول لك ما الرمز الكيميائي للحديد؟ رمز الحديد Fe. يبقى اول حاجه ما الرمز الكيميائي للحديد؟ يبقى هكتب له الحديد Fe، الاول كابيتال والثاني اسمه زي ما اتفقنا. علما بان نواه ذرته تحتوي على 26 بروتون و30 نيترون. طالما عطاك البروتونات والنيترونات يبقى عايز الرمز الكيميائي اللي هو الحديد Fe، عايزك تكتب العدد الكتلي والعدد الذري. طيب تعال نشوف. 26 بروتون والعدد الذري هو عدد البروتونات. العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبه. طب البروتونات بكام؟ 26. يبقى احط كده العدد الذري 26. لا انا حطيت ال 26 دي من تحت، لان العدد الذري هو عدد البروتونات، والبروتونات 26، يبقى احط العدد الذري اللي من تحت ب 26. خلاص بقى استوعبنا. طيب العدد الكتلي اللي من فوق اللي انا سايباه فاضي، البروتونات زائد النيترونات. طيب البروتونات بكام؟ تعال نحسب كده. العدد الكتلي ايه؟ العدد الكتلي ايه؟ البروتونات زائد النيترونات. هقول 26 زائد 30 هيطلع معانا ب 56. فاخد العدد الكتلي اللي هو مجموع اعداد البروتونات ب 26 زائد النيترونات ب 30، طلع ب 56. يبقى هكتب كده العدد الكتلي من فوق 56. كده انا خلصت. كتبت رمز الحديد Fe. العدد الذري هو عدد البروتونات، يبقى الذري اللي من تحت ب 26، الكتل اللي من فوق بروتونات زائد نيترونات. طب البروتونات بكام؟ ب 26 والنيترونات 30، يبقى 26 زائد 30 ب 56. طب تعال نشوف السؤال رقم 3. عنصر اكس. يبقى هو المره دي هو اللي جايب رمز العنصر، بيقول لك عنصر اكس تحتوي نواته على 20 جسيم متعادل الشحنه. طب الجسيم المتعادل الشحنه اللي هو النيترونات، ما احنا خدنا النيترونات متعادله الشحنه، النيترونات متعادله الشحنه. تعال نفك الشفره دي كده. بيقول لك 20 جسيم متعادل الشحنه. يبقى المفروض كده يا سنه اولى اعدادي على جنب في الهامش بتاعي
متعادل الشحنه النيترونات. يبقى كده عدد النيترونات بتساوي كام؟ 20 جسيم متعادل الشحنه، يبقى بيساوي 20. يبقى عدد النيترونات، لان النيترونات دي هي متعادله الشحنه، بكام؟ ب 20. وعدد النيكلونات، السؤال ده يعني صعب شويه اللي احنا كنا بنحل. وعدد النيكلونات، طب ما النيكلونات هي العدد الكتلي، احنا قلنا العدد الكتلي ليه اسم تاني النيكلونات، وعدد النيكلونات 39. يبقى عدد النيكلونات اللي هو العدد الكتلي بيساوي 39. تمام. يبقى اول حاجه انا افك الشفره بتاعت المساله، قال لك متعادل الشحنه ب 20، يبقى عدد النيترونات متعادله الشحنه ب 20. وعدد النيكلونات العدد الكتلي، النيكلونات العدد الكتلي، والعدد الكتلي النيكلونات، يبقى العدد الكتلي بكام؟ النيكلونات اللي هو العدد الكتلي 39. تعال نشوف. بيقول لك اكتب رمز العنصر، طب ما هو بيقول لك عنصر اكس، يبقى رمز العنصر هنكتب له اكس. متضمنه للعددين A و Z. خلاص عرفنا A اللي هو العدد الكتلي، وZ اللي هو العدد الذري. A العدد الكتلي، وZ هي العدد الذري. طب يا مس ما العدد الكتلي جاهز اهو عندنا، قال لي النيكلونات ب 39 والنيكلونات دي اللي هي العدد الكتلي، يبقى من فوق كده، من فوق نحط ال 39 اللي هو العدد الكتلي. تمام. العدد الكتلي ب 39 هو اللي عطاهولنا، قاعد العدد الذري اللي تحت. يروح حد يتهور ويقول لي يا مس ها العدد الذري ب 20. احنا طيب تعال نشوف كده مع بعض الكلام ده صح ولا غلط. انا ناقصني دلوقتي العدد مين؟ الذري، والعدد الذري هو عدد البروتونات موجبه الشحنه. انا ما عنديش بروتونات موجبه الشحنه، انا عندي نيترونات. نركز يا سنه اولى، انا ما عنديش بروتونات موجبه الشحنه، انا عندي نيترونات، وانا طالبه العدد مين؟ الذري، والعدد الذري هو عدد البروتونات. العدد الذري هو عدد البروتونات. ندور على البروتونات، ما فيش بروتونات، ما فيش بروتونات، يبقى هنضطر نجيبها. انا عندي العدد الكتلي، نعمل النموذج بتاعنا. يلا، انا عندي العدد الكتلي بروتونات زائد نيترونات. دلوقتي انا بدور على البروتونات، ما هو عايز العدد الذري، والعدد الذري هو البروتونات، وانا ما عنديش بروتونات في المعطيات. تمام. فهحط ايدي على البروتونات، هيبقى العدد الكتلي ناقص النيترونات. تمام. يبقى ازاي هجيب البروتونات؟ هقول له البروتونات بتساوي، هقول له البروتونات بتساوي العدد الكتلي، حط ايدي على البروتونات، العدد الكتلي ناقص النيترونات. العدد الكتلي ناقص النيترونات. طب تعال نجيب البروتونات، تعال نجيب البروتونات كده مع بعض. انا بقول البروتونات العدد الكتلي ناقص النيترونات. طب العدد الكتلي بكام؟ 39 ناقص النيترونات ب 20. يبقى انا اول حاجه لقيت العدد الكتلي، عملت النموذج بتاعي اللي هغش بيه المسائل، قلت العدد الكتلي بروتونات زائد نيترونات، وانا اللي ناقص عندي بروتونات، ما عنديش بروتونات، احط ايدي على البروتونات، يبقى العدد الكتلي ناقص النيترونات. العدد الكتلي بكام؟ 39 ناقص النيترونات بكام؟ ب 20. 39 ناقص 20 هيدينا 19. دلوقتي انا معايا البروتونات بقت ب 19، احطها في حد يقول لي مس حطها من تحت بسرعه، لان البروتونات هي العدد الذري والعدد الذري ناقص. برافو، يبقى 19 تحت. ودايما هتلاحظ ان العدد الكتلي اكبر من العدد الذري. تعال نشوف المطلوب الثاني. اوجد عدد الجسيمات سالبه الشحنه. الجسيمات سالبه الشحنه، تعال نفك الشفره. الجسيمات سالبه الشحنه اللي هو الالكترون السالب، ما الالكترون سالب الشحنه، الالكترون سالب الشحنه، الالكترون سالب الشحنه. تعالوا نشوف. دلوقتي هنضطر نمسح الكلام ده، خلاص حلينا. هو بيقول لك اوجد عدد الجسيمات سالبه الشحنه، والسالب الشحنه اللي هي الالكترونات سالبه الشحنه، الالكترونات سالبه الشحنه اللي هو اي سالب. طب اجيبها ازاي دي؟ اجيبها ازاي دي يا سنه اولى؟ اي سالب، اي سالب دي اجيبها ازاي؟ يلا ندي فرصه.
اجيبها ازاي ايه سالب؟ حد يقول لي مس انت قلتي الموجب جد السالب، الموجب جد السالب، الموجب جد السالب. برافو. انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه، دوسوا اشتراك يا سنه اولى. تمام. وفي لايك اضغطوا عليه، واكتبوا لي كلمه طيبه كده كويسه، وقولوا لي مس الشرح الحلو ده ربنا يخليكي لنا في التعليقات. تمام. يلا نكمل. الالكترونات سالبه الشحنه. من شويه غنينا وقلنا موجب جد سالب، قلنا البروتونات موجبه الشحنه بتساوي الالكترونات سالبه الشحنه. البروتونات سالبه الشحنه اللي هو العدد الذري حسبناها من شويه طلعت بكام؟ ب 19. يبقى الالكترونات برضو سالبه الشحنه بكام؟ 19. يبقى عدد الجسيمات سالبه الشحنه بتساوي 19. تاني يا مس، السالب الشحنه الالكترون، السالب الشحنه الكترون، ومن شويه اخذنا موجب جد سالب، موجب جد سالب، طلعنا البروتونات الموجبه العدد الذري بكام؟ ب 19. يبقى برضو الالكترون السالب ب 19. المثال رقم 4 يا سنة أولى إعدادي بيقول لك قارن بين بي إي فوق 9 وتحت 4 واتش إي فوق 4 وتحت 2. طبعا ده البريليوم بي إي، واتش إي اللي هو الهيليوم، من حيث عدد النيوترونات. طيب احنا عارفين واخدنا خلاص. تمام انتوا معايا؟ يبقى الموضوع سهل. نيوترونات نطرح فوق من تحت وخلصنا. يبقى احنا عندنا كده هنقول له بي إي فوق كام؟ 9 وتحت 4. هنقول له عدد النيوترونات، النيوترونات بتساوي نطرح فوق من تحت. مين اللي فوق؟ 9 ناقص 4، يبقى نشوف هيطلع كام معانا. بس دلوقتي عايزين نكتب القانون عشان نتفوق فيه. هنقول العدد الكتلي، ما هو العدد الكتلي ايه والعدد الذري ذات، والنيوترونات نطرح فوق من تحت. يبقى هقول له ان النيوترونات A ناقص ذات اللي هو العدد الكتلي ناقص العدد الذري. هنقول 9 ناقص 4 هتطلع معانا ب5. تمام. طيب تعال نشوف ده. احنا كده البريليوم. عندنا التاني الهيليوم اتش اي، اتش اي فوق 4 وتحت 2، فوق العدد الكتلي A وتحت العدد الذري ذات. انا عايزه النيوترونات، والنيوترونات نطرح فوق من تحت 4 ناقص 2 وهكذا. بس تعال نكتب القانون. فوق ايه اللي هو العدد الكتلي ناقص تحت ذات اللي هو العدد الذري، يبقى اقول 4 ناقص 2 هيساوي 2. بس كده خلصنا. تعال نشوف اللي بعديه. اذا كان عدد الجسيمات سالبه الشحنه 11. يا مس على جنب كده معلش اعملي لنا الهامش بتاعك. هو بيقول عدد الجسيمات سالبه الشحنه 11، يعني يقصد الالكترونات سالبه الشحنه. ما هو سالب الشحنه الكترون، سالب الشحنه الكترون، وعدد النيكلونات 23. النيكلونات العدد الكتلي، يبقى العدد الكتلي ايه؟ العدد الكتلي اللي هو ايه بيساوي النيكلونات بكام؟ 23. طيب احسب كل من العدد الذري. مين اللي يجيب العدد الذري؟ معيش غير الالكترونات السالبه ب 11 ومعيش غير العدد الكتلي ب 23، وهو عايز العدد الذري. طبعا يا سنه اولى اعدادي مش هيحل المطلوب الاول غير اللي مركز معايا يعني خالص. ما حدش يقول لي العدد الذري هو عدد البروتونات وانا ما عنديش البروتونات اصلا. طب ما احنا اخذنا فعلا ان العدد الذري ذات بيساوي عدد البروتونات موجبه الشحنه، وموجب جد سالب. كمل ما تقفش لغايه هنا، لان انا ما عنديش بروتونات. هقول العدد الذري بيساوي عدد البروتونات الموجبه الشحنه، والبروتون جد الالكترون. عندي الالكترونات السالبه بكام؟ الالكترون السالب ب 11، يبقى العدد الذري ب 11. بس العدد الذري بروتونات موجبه، موجب جد السالب، السالب بكام؟ ب 11، يبقى العدد الذري ب 11. العدد الكتلي هو عطاه لنا اصلا بس خباه في كلمه نيكلونات. العدد الكتلي ب 23، العدد الكتلي ب 23. طب عدد النيوترونات، حد بيسمع الاغنيه؟ والله سمعكم بتسمعوها. بيقول النيوترونات نطرح فوق من تحت. مين اللي فوق؟ العدد الكتلي. مين اللي تحت؟ العدد الذري. يبقى نقول له النيوترونات بنطرح اللي فوق اللي هو العدد الكتلي ناقص اللي تحت العدد الذري. يبقى النيوترونات بتساوي ايه؟ العدد الكتلي 23 ناقص العدد الذري 11، يبقى هتطلع معانا ب 12. تعال نكمل يا سنه اولى اعدادي. في نواه ذره الالومنيوم AL 27 و13
اوجد عدد الجسيمات متعادلة الشحنة. سمع حد يقول لي يا مس متعادل الشحنة النيترون، يبقى هو كده عايز النيترونات متعادلة الشحنة، ما هو متعادل الشحنة النيترون. طيب بقى الموضوع سهل خالص. الله يا مس ده انت محفظانا اغنية عن النيترون، بقت سهلة. متعادل الشحنة النيترون، متعادل الشحنة النيترون. طيب النيترونات نطرح فوق من تحت، فوق العدد الكتلي A ناقص تحت العدد الذري Z، يبقى هقول 27 ناقص 13. تمام، يبقى نطرح فوق من تحت، فوق من تحت. متعادل الشحنة النيترون، متعادل الشحنة النيترون، يبقى النيترون بيساوي العدد الكتلي A ناقص العدد الذري Z، 27 ناقص 13. طب رقم 2 عايز عدد الجسيمات الموجبة. موجب الشحنة بروتون، موجب الشحنة بروتون، يبقى هو عايز البروتونات، بروتونات موجبة الشحنة. عايز عدد الجسيمات الموجبة، موجب الشحنة بروتون، موجب الشحنة بروتون. طب ما البروتون هو العدد الذري، كام العدد الذري يا سنة؟ قول عددي 13. البروتونات الموجبة بتساوي العدد الذري يساوي 13. طيب قبل ما نحل دول تعال نكمل رقم 7. يعني رقم 7 ده سهل جدا. عنصر تحتوي نواة ذرته على 3 بروتون و4 نيترون، يكون العدد الذري هو عدد البروتونات فقط. كام البروتونات؟ 3، يبقى العدد الذري 3 والعدد الكتلي بروتونات زائد نيترونات. العدد الكتلي بنجمع البروتونات زائد النيترونات. كام البروتون؟ 3 والنيترون 4، يبقى اقول له 3 زائد 4 7. تعال نكمل. عنصر تحتوي نواته على 27 نيكلون، نيكلون ده اللي هو العدد الكتلي، وعدد نيتروناته 14، تكون عدد الالكترونات بكام؟ طيب طالما اعطانا العدد الكتلي واحنا دلوقتي محشورين ومزنوقين ومش عارفين نجيب الالكترونات، نعمل النموذج على طول بتاع العدد الكتلي يا سنه اولى اعدادي. انا عندي العدد الكتلي A بيساوي بروتونات زائد نيترونات. طيب ما البروتون موجب الشحنه هو الالكترون اللي عايزه سالب الشحنه، احنا قلنا الموجب جد السالب والالكترونات سالبه، يعني انا لو جبت البروتونات هقدر اجيب الالكترونات. تاني انا دلوقتي هو طالب الالكترون ومش عارفه اجيب الالكترون، الالكترون ملهوش قانون غير ان هو الالكترون سالب والسالب جد الموجب. انا حتى ما عنديش البروتونات الموجبه، انا عندي النيترونات. طب بس اعطيك العدد الكتلي اللي هو 27 نيكلون، النيكلون ده اللي هو العدد مين؟ الكتلي. هعمل النموذج العدد الكتلي بروتونات زائد نيترونات. لو انا قدرت اجيب البروتون الموجب اقول البروتون الموجب قد الالكترون السالب وهيطلع معايا الالكترون السالب. طيب تعال نشوف البروتون الموجب. هنطرح عشان بعض عن بعض، هطرح العدد الكتلي اللي فوق من النيترونات اللي تحت، هطرح. طب العدد الكتلي بكام؟ 27، والنيترونات بكام؟ 14، يبقى هقول 27 ناقص 14، 27 ناقص 14. تمام. انا جبتها منين دي يا سنه؟ اولى اعدادي. قلت العدد الكتلي بروتون زائد نيترونات، لو انا قدرت اجيب بروتون موجب اقول موجب قد السالب. البروتون الموجب هطرح فوق من تحت، هطرح الكتلي من النيترونات. طب الكتلي بكام؟ ب 27 ناقص النيترونات بكام؟ ب 14 هو اللي عطاه لنا، هيطلع معانا 13. طالما البي موجب ب 13 يبقى الاي سالب برضه 13 لان موجب قد السالب. نيجي اللي بعديه سهل جدا. عدد البروتونات في عنصر سي اللي هو الكربون فوق 12 وتحت 6. طب ما البروتونات هي العدد الذري، وكام العدد الذري تحت ب6، يبقى البروتونات ب6. طيب جايب سؤال بيقول لنا اتش اي الهيليوم فوق 4 وتحت 2، هل النيترونات قد البروتونات؟ طب تعال نشوف. النيترونات نطرح فوق من تحت، كام؟ 4 ناقص 2، يبقى النيترونات هتساوي 4 ناقص 2 هتطلع معانا ب2. تعال نشوف البروتونات. البروتونات اللي هي العدد الذري، كام العدد الذري؟ 2. ده النيترونات ب2 والبروتونات ب2، فعلا عدد النيترونات يتساوى مع عدد البروتونات. يبقى في بعض الذرات عادي
يتساوى عدد النيترونات مع عدد البروتونات، مفيش مشكله، هتلاقيه كاتبها لك في الكتاب، يتساوى عدد النيترونات مع عدد البروتونات في انويه ذرات بعض العناصر مثل الهيليوم، ويكتب لك الرمز ده، تبقى عارف جت ازاي. اجيب النيترون نطرح فوق من تحت 4 ناقص 2 2، والبروتون اللي هو العدد الذري ب 2 2 و2، فعلا النيترون ممكن يساوي البروتون عادي. طب تعال نشوف اللي بعديها، اعطي لك ليثيوم فوق 7 وتحت 3، وبيقول لك هل عدد النيترونات اكبر من البروتونات؟ تعال نشوف. انا هجيب النيترون نطرح فوق من تحت 7 ناقص 3 هتطلع معانا ب4. تعال نشوف البروتون. البروتون اللي هو العدد الذري، كام العدد الذري؟ 3. فعلا النيترون 4 والبروتون 3، فعلا النيترون اكبر من البروتون. هتلاقي كاتب لك عدد النيترونات بتكون اكبر من عدد البروتونات في انويه بعض الذرات، وكاتب لك ده، تبقى عارف جت ازاي. حسبنا النيترونات نطرح فوق من تحت 7 ناقص 3 طلع ب4، حسبنا البروتونات اللي هي العدد الذري، بكام العدد الذري؟ 3، حطيت 3. تمام، فعلا الاربعه اكبر من الثلاثه، يعني النيترون اكبر من البروتون. كده انا حاولت بقدر الامكان يا سنه اولى اعدادي اجمع لكم افكار على مسائل العدد الذري والعدد الكتلي، اتمنى تكونوا سجلتوها وتحلوها تاني. ويعني ما نخلص الدرس لما يخلص معانا هناخد افكار مسائل تاني، بس حاليا نظبط افكار المسائل اللي احنا خدناها في حصه النهارده. بس كده انا خلصت حصه يا سنه اولى. باجي انتوا تخلصوا مذاكرتكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. بيرفكتو.